السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض آخر درس معانا في الجغرافيا في الترم الثاني بعنوان التكامل الاقتصادي العربي. هنبدأ مع بعض يلا الدرس وهنتعرف النهاردة عليه، ويعني نتعرف يعني إيه تكامل اقتصادي. هنتعرف عن مقومات التكامل الاقتصادي، التعاون الدول العربية في مجال الصناعة وفي مجال التجارة، كمان ايه هي المعوقات اللي بتقابل التكامل الاقتصادي العربي، واساليب او الاجراءات اللي بتحقق عندنا التكامل الاقتصادي العربي، وايه هي جامعة الدول العربية وازاي بتدعم فكرة التكامل الاقتصادي العربي. كل ده هنعرفه النهاردة في درسنا. يلا بينا نبدأ الدرس بسم الله. بس يا ريت لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا منه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لاصحابكم عشان يستفادوا معاكم. التكامل الاقتصادي العربي. التكامل الاقتصادي يعني ايه التكامل الاقتصادي او ما المقصود بالتكامل الاقتصادي؟ التكامل الاقتصادي هو تلك الاجراءات اللي بتتخذها الدول لازالة القيود على حركة التجارة وعناصر الانتاج فيما بينهما، بحيث تستكمل كل دولة ما ينقصها من الدول الاخرى. يعني ايه؟ يعني اي دولة عربية بتشوف ايه اللي ناقصها وبتحاول ان هي تكمله من اي دولة اخرى، سواء الحاجات اللي هي ناقصاها دي من موارد اقتصادية من موارد بشرية. فمن خلال الاجراءات دي بتتخذ الدولة ايه؟ تتخذ الدولة ازالة القيود على حركة التجارة وعلى عناصر الانتاج فيما بينهما. يعني ايه تاني؟ يعني التكامل الاقتصادي دولة بتكمل دولة عربية بتكمل دولة عربية تانية. الدولة العربية دي بتشوف مثلا ايه اللي ناقص الدولة العربية التانية، ناقصها ايه؟ ناقصها مثلا ناقصها موارد اقتصادية، ناقصها موارد بشرية، مثلا محتاجين عمال. بتشوف ايه اللي ناقصها الدولة دي وبتكمله لها. يبقى دولة بتكمل دولة عربية بتكمل دولة، ده اسمه التكامل الاقتصادي. يعني الإجراءات اللي بتتخذها الدولة بتشيل فيها القيود، بتشوف ايه هي القيود اللي بتعوق حركة التجارة وعناصر الانتاج فيما بينهما، ده التكامل الاقتصادي. طيب كده فهمنا التكامل الاقتصادي. طب حد يقول لي طب ادينا مثال يا ميس. مثلا دولة زي مصر فيها موارد بشرية كتيرة، ودول زي دول مثلا الخليج بتبقى محتاجة او عندها نقص في الموارد البشرية، فبتاخد من عندنا من مصر الموارد البشرية اللي بتكمل عندهم في البلد بتاعتهم. فده بيبقى بيحصل تكامل ما بين الايه، ما بين الدول. دولة مثلا زي مصر عندها موارد اقتصادية بس ما عندهاش رؤوس اموال، بتطلب من دول زي مثلا اي دولة في الخليج، مثلا اي دولة عربية عندها رؤوس الاموال، ان هم ييجوا يستثمروا اموالهم في الموارد اللي موجودة عندنا في مصر. تمام كده؟ طيب مقومات التكامل الاقتصادي بقى. الوطن العربي عندنا ربنا وهبه كل المقومات اللي بتعمل على التكامل الاقتصادي العربي. ازاي؟ ان عندنا الوطن العربي بيضم 22 دولة بتمتد من المحيط الاطلنطي الى الخليج، ووهبوا الله موارد وامكانيات متنوعة يمكن ان تجعل من الوطن العربي ده ان هو بتحقق له التكامل الاقتصادي بين الدول وبتحقق القوة الاقتصادية الكبرى في العالم. طيب ازاي؟ ان ربنا وهب الوطن العربي 22 دولة عربية تمتد حدودها من المحيط الاطلنطي الى الخليج، وربنا وهب للوطن العربي مقومات وامكانيات وموارد متنوعة تساعده ان هو يحقق التكامل الاقتصادي ويحقق القوة الاقتصادية الكبرى. زي ايه؟ زي المساحة الكبيرة. مساحة الوطن العربي الارض بتاعته كبيرة جدا، ان مساحته وصلت ل 13 مليون كيلو متر مربع. طبعا دي مساحة كبيرة جدا جدا في الوطن العربي. موقعه المتميز، الوطن العربي بيتميز بالموقع المتميز بين دول العالم والمناخ المتنوع.
كمان الأنشطة والموارد الاقتصادية المتعددة والمتميزة لكل دولة. الأنشطة والموارد الاقتصادية المتعددة المتميزة لكل دولة يعني إيه؟ يعني كل دولة عندنا من دول الوطن العربي، كل دولة بنلاقيها متميزة عن الدولة الأخرى بحاجات مختلفة. فطبعا بيبقى كل دولة عندها موارد اقتصادية متعددة ومميزة، فبيحصل تكامل اقتصادي ما بين الدول. يعني كل دولة من الدول العربية بتكمل بعضها. زي عندنا مثلا الثروة الحيوانية والزراعية، دي طبعا عندنا السودان والمغرب بيتفوقوا في موضوع الثروة الحيوانية والزراعية. عندنا الثروة المعدنية، عندنا دولة موريتانيا من أكبر الدول اللي غنية بالثروة المعدنية، المغرب كذلك مصر. عندنا كمان دول غنية بالثروة البشرية زي مصر، زي سوريا، زي لبنان. دول غنية بمصادر الطاقة زي دول الخليج العربي وزي ليبيا وزي العراق. فكل دولة من دول الوطن العربي عندها اللي بيميزها عن الدولة الأخرى. ففي الآخر بنجمع التميز ده أو بنجمع الموارد الاقتصادية دي، فبيحصل عندنا تكامل اقتصادي. يبقى التكامل الاقتصادي ليه مقومات التكامل الاقتصادي. احنا عندنا التكامل الاقتصادي ان الوطن العربي بيتميز بالتكامل والمقومات اللي ربنا وهبها والموارد والامكانيات اللي ربنا وهبها للوطن العربي. فاصبح الوطن العربي بيمتلك مقومات تساعده على التكامل الاقتصادي. قلنا زي المساحة الكبيرة، ان بتوصل مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. كمان عندنا الموقع المتميز، موقع الدول العربية متميز جدا جدا، مناخ متنوع بيساعدنا في الزراعة والمحاصيل الزراعية. كمان الأنشطة والموارد الاقتصادية المتعددة، ان كل دولة من الدول الوطن العربي بتمتلك مجموعة من الموارد الاقتصادية مختلفة عن الدولة الأخرى. فلما بنجمع الموارد دي في كل دولة تختلف عن التانية بيحصل عندنا تكامل اقتصادي. طيب قلنا زي ايه؟ قلنا زي مثلا دول غنية بالثروة الحيوانية والزراعية زي اكبر دول عندنا السودان والمغرب. الثروة المعدنية اكبر الدول موريتانيا، المغرب، مصر. الثروة البشرية عندنا مصر، سوريا، لبنان. وكمان مصادر الطاقة زي دول الخليج العربي وليبيا والعراق. ده معناه ايه؟ معناه زي ما قلت دلوقتي ان كل دول عربية او كل دولة عربية بيمكنها ان هي تكمل اي حاجة بتنقصها من الموارد الاقتصادية او من القوة البشرية من الدول العربية الاخرى. اي دولة ناقصها حاجة من الموارد الاقتصادية اللي بتتميز بيها دولة عربية اخرى بيكملوا بعض، دي بتاخد من دي ودي بتدي لدي ودي. ففي الاخر بيحصل ايه؟ بيحصل عندهم قوة او تكامل اقتصادي. وطبعا ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق الاجراءات اللي بتتخذها الدول لازالة القيود عن حركة التجارة وعناصر الانتاج فيما بينهما، زي ما قلنا زي اتفاقية التكامل الاقتصادي. برغم وجود المقومات وبرغم وجود الموارد الاقتصادية وبرغم وجود التكامل الاقتصادي اللي ما بين الدول، الا ان للأسف التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ضعيف جدا، لدرجة ان هو ما بيتعداش 12%. يعني التبادل ما بين الدول العربية او التكامل ما بينهم ضعيف جدا جدا جدا. فليه؟ لان هناك عندنا معوقات بتمنع التكامل ده. في معوقات بتمنع التكامل الاقتصادي العربي، بتمنع ان يكون في تكامل ما بين الدول العربية، بتمنع ان التعاون ما بين الدول العربية يكون قوي. للأسف التعاون بين الدول العربية ضعيف جدا، زي ما قلت ما بيتعداش 12% تعاون ما بين الدول العربية وبعضها البعض. طيب ايه هي معوقات التكامل الاقتصادي، او ايه هي المعوقات اللي بتمنع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ عندنا بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف، وانعكاس ذلك على التعاون الاقتصادي العربي. تذبذب العلاقات العربية يعني ايه؟ يعني عندنا ساعات بيحصل على طول دايما كده
خلاف وتعاون ما بين الدول العربية. يعني مثلا تلاقي الدول العربية دي بيحصل ما بينها وما بين الدول العربية التانية خلاف، ودي تحصل ما بين دي ودي خلاف، ففي دايما تذبذب في العلاقة. العلاقة ما بين الدول العربية مش مستقرة، مش علاقة مستقرة، دي علاقة فيها تذبذب، فيها ايه اللي هو ما بين البنين، يعني حبة كويسين وحبة مش كويسين، حبة في تعاون وحبة في خلاف. فده طبعا بيعكس التعاون الاقتصادي ما بينهم، تلاقوهم متذبذبين كده مع بعض. كمان تاني حاجة في المعوقات اللي تشابه الانتاج بين الدول العربية زي مصر والمغرب وسوريا، ان في منتجات عربية بتتشابه ما بينها وما بين بعضها. كمان منافسة السلع الاجنبية الكثير من السلع العربية من حيث السعر ومن حيث الجودة، ان في سلع اجنبية بتنافس السلع العربية ان سعرها اقل من السلع العربية وكمان جودتها احسن. يبقى لما يجي لنا سؤال ويقول دلل على معوقات التكامل الاقتصادي العربي او معوقات تمنع التكامل الاقتصادي العربي، الدليل عندنا ايه؟ الدليل عندنا اللي هو تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف، وانعكاس ذلك على التعاون الاقتصادي العربي، تشابه الانتاج بين الدول العربية زي مصر والمغرب وسوريا، منافسة السلع الأجنبية لكثير من السلع العربية إن هي بتكون السعر أقل والجودة بتكون أحسن. طيب إيه هي بقى الأساليب أو الخطوات أو الإجراءات اللي تحقق عندنا التكامل الاقتصادي العربي؟ عشان يحصل تحقيق للتكامل الاقتصادي العربي نعمل إيه؟ نعمل إيه الخطوات اللي نعملها أو الإجراءات اللي نعملها عشان نحقق التكامل الاقتصادي ده؟ عندنا نعمل أول حاجة بتتمثل تحديث وتفعيل الاتفاقية العربية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي. يعني ايه؟ يعني الاتفاقيات اللي بتحصل ما بين الدول العربية وبعضها تبدأ ان هي تفعلها او تبدأ ان هي تعملها، مش تركنها على جنب. مش بس كده، ان هي كمان تحدث الاتفاقيات دي، تشوف ايه اللي المفروض يتحدث، يعني دايما تشوف ايه الجديد وتعمله، ايه الجديد في التفعيل او في الاتفاق ده نعمله بحيث ان احنا نطور اكتر في المجالات. نعمل ايه؟ فنحدث ونفعل الاتفاقيات العربية، نخليها بدل ما نقعد نقول ايه هنعمل وهنعمل وفي الاخر ما بنعملش، لا نحدث ونعمل الاتفاقيات العربية اللي احنا بنعملها سواء في مجال الاستثمار الزراعي او الصناعي. كمان تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة. إن إيه يعني إيه نشجع القطاع الخاص؟ يعني مثلا إن رجال الأعمال اللي موجودين مثلا عندنا في مصر يتشجعوا إن هم يعملوا مشروعات مع مثلا رجال أعمال من السعودية، من الإمارات، من أي دولة عربية. فالوجود الرجال الأعمال لما يبدأوا يعملوا مشروعات مع بعض سواء مشروعات زراعية أو صناعية تكون مشتركة ما بين الاتنين، طبعا ده هيشجع على وجود تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية. يبقى كده في تشجيع ان رجال اعمال من هنا مع رجال اعمال مع هنا يشتركوا مع بعض ويعملوا مشاريع اقتصادية ومشاريع زراعية وصناعية مع بعض مشتركة. كمان تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية زي ايه؟ زي نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية. يعني ان احنا نطور الخدمات اللي بتساعد او بتساند التجارة في ما بين الدول العربية. نطور الخدمات ازاي؟ ان احنا ننظم المعلومات، ان احنا نشوف خدمات او نطور من خدمات النقل والتخزين ما في الموانئ العربية اللي هو النقل، كان ننقل من دولة للتانية، نشوف الخدمات المتاحة او نشوف ايه المتطور في موضوع النقل ده والتخزين في الموانئ العربية. كل ده هيساعد في ايه؟ كل ده هيساعد عندنا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. يبقى اساليب اجراءات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عندنا زي تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي، تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة، تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية زي نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية. كده خلاص خلصنا درسنا عندنا هنا. دي للقراءة فقط، بتتكلم عن جامعة الدول العربية وازاي بتدعم التكامل الاقتصادي العربي. ممكن نقراها ونعرف ايه هي جامعة الدول العربية، امتى تم انشائها. هي مش مقررة علينا يعني مش تبع المنهج، بس ممكن نقراها ونستفاد منها، نعرف جامعة الدول العربية انشأت امتى، مقرها، اهدافها، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
كمان المنظمة العربية للسياحة، منظمة الدول العربية المصدرة للبترول اللي هو الأوبك. كده خلاص خلصنا الدرس، وإن شاء الله هنحل الأسئلة مع بعض، ولو عندكم أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم النجاح، ومع السلامة وفي حفظ الله وفي رعايته.